في هذه الأجواء المميزة لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ومعي في هذه اللحظات مشجعي نادي النصر عادل خالد سلطان. نبدي مع عادل نصراوي حتى النخاع. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا اول شيء انا اهلاوي، بس اليوم ان شاء الله خلف العميد. اتمنى نشوف مباراه مميزه جميله من الفريقين واداء جميل، ونقول حق احد الفريقين مبروك والثاني هارد لك. 6-1. 6-1. تأيده في النتيجة؟ ايه ان شاء الله ان شاء الله، مو 6-1 يعني ان شاء الله 3-1 ان شاء الله ان شاء الله بعون الله. الليله بالليل الليله يوم بشارع الليل، انا وانت سوا قهوه بمزاج، ليله انت السكر ابقى ليك دواء قصص راوي.
إذا مشاهدي برنامج نبض الملاعب، انتهت القمة، انتهى ديربي دبي هنا في استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، المدينة الجميلة التي احتضنت هذه القمة وهذه الإثارة ما بين اللون الأصفر وما بين الأزرق. ألف مبروك للإمبراطور، زعبيل الأساس، زعبيل كرة القدم، زعبيل تتنفس رياضة، بل دبي تتنفس رياضة، الشعب كله اليوم يتنفس رياضة. ألف مبروك لزعبيل. الله الله الله، تستاهلون 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 ابي خلقنا، تستاهلون. نقول الف مبروك. طبعا اكيد لجمهور الوصل مستانس، اكيد مبسوط، مرتاح، خنقتونا بالشارع، شو امورك؟ بخير الحمد لله. شو تقول يا اليوم حق اللاعبين اليوم؟ دعوكم متعونا، بس نحن جايين مو جايين مباراة، جايين تدريب نحن. جايين تدريب؟ تدربتوا؟ اموركم طيبة؟ حاب ابارك للوصل واللعيبة والشعفار. حاب اقول بدك دوري؟ ما في دوري. كل الشكر حق ابو محمد سعادة احمد الشعفار على الفريق. بعدها 1% بس من الوصل، 1%. الياء اقوى، الياء اقوى. الحمد لله رب العالمين، عقب كل هالجهد وكل هالتعب نستاهلها صراحه. هالجمهور كله يستاهل هالفرحه هذه، والحمد لله اللعيبه كانوا قدها. الحمد لله. توقعت الفوز بهالنتيجه اليوم؟ والله توقعت 3-1 بس الحمد لله فرحونا اكثر. الحمد لله فوز بعد 17 سنة، جبنا فوز. الكاس وخذتوه، توقعت تريون الدوري؟ الدوري ان شاء الله جاي باذن الله، جاي وبننهيها بملعبهم بعد باذن الله. انا مستانس من امس، يعني من امس قبل لا ارقد مستانس، عارف هذا يعني هذا شيء طبيعي. يعني ما كنت خايف قبل المباراه ضامن الفوز؟ لا انا من خساره الوحده خلاص ضامن الدوري والكاس. كنت ضامنين ان 4-0 تكون؟ لا انا ضامن الفوز. احنا ناخذ الكاس نحطه في الجيب نروح. نقول نحن الفهود ونحن شمس البطولات، نغيب ونعود بعد مده وحين. درع السنه مع كاس ريس الامارات باذن الله، الزعبيل بنشل 2. صح لسانك. الله بدنك. طبعا حاليا انا حاب ابارك للشيخ الدكتور سلطان القاسمي على الفوز، وتستاهل الفرحه، ورجع السنه الجايه تضحكون بعد مره ثانيه. اتوقع الكاس وايد غالي بالنسبه لي. وايد غالي. اول شيء مبروك حق الوصل، وهاردك حق كل اللي في الامارات غير الوصل، يعني انديه الامارات. واقول حق اللي كان يتمنى خساره الوصل خلي يتمنى ليه السنه الجايه. هو نفسه معقول، هو يعرف نفسه منه. كم بتستانس؟ بستانس كم بستانس؟ 10 سنوات كم بستانس؟ لا كل سنه احب نحتفل. كل سنه. شوف في وصلاوي قبل شوي صرح قال انا مستانس وايد لاني ما بي بالدوري. لا الدوري موجود. لا انت رد على المشجع. هذا دوري. خله عقب فيه خله. بس شوي احتفال مو احتفال. يعني اذا فزنا على الوحده بيكون ملك، صح ولا لا؟ نخسر يتقدمون وصلخ. زين ابغى اشوف تشجيع، انا اشوفكم جالسين مرتاحين ما في تشجيع. اصفر 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 امبراطور. اوه اوه الاندومي احلى ولا فوز الوصل على النصر؟ اكيد الفوز. اكيد. تبغى انا عقل الاندومي بعقه؟ لا تعقل، عطني انا ابغيه. يعطيك العافيه بالعافيه عليك. اسهل فريق دورينا هو النصر. شو قالوا قبل المباراه؟ هاتوا الوصل، واسهل فريق هو الوصل. من اسهل فريق؟ في النهايه 4-4 ومنو دكتور عملاق. ايش حالك؟ قبل المباراه النصراويه قالوا الوصل بيغرق اليوم، لكن شفنا العكس. بالعكس الجماعه هم اللي غرقوا، قال لك موجنا عالي، خليه يتاكدون من الموج قبل ما يحضرون. شو قصه التيشيرت هذا؟ الفانيله هاي عندي من 2007 زين، قالوا لي بس هاي اخر فانيله بتاخذ، بعدها ما بتشوف لا دوري ولا الكاس. صبرت وخذيت، والله سبحانه وتعالى شو يقول لك؟ واصبر فان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. هاي خذيت خلاص رقم 6 خذينا ان شاء الله ثنائيه هالموسم؟ ان شاء الله اكيد ان شاء الله باذن الله. ضامن؟ ما في شيء ضامن، بالجهد والمثابره والصبر. والله فايز الحمد لله، مرتاحني فايز. زين الحمد لله. اصلا شليت بطوله. ايه لا ما تشوف بعد بس باقي دوري. زين ما نسمع شيء
متجمعين شله. الحمد لله ان الوصل فازوا. رحمك الله. الحمد لله. رحمك الله. الحمد لله. رحمك الله. الحمد لله. رحمك الله. يا الله يا الله يا الله مستانس. ابى اطير. ابى اطير. وين الطير انت ما في كذا يا حال وين الطير؟ ابى اسبح بالموج. وين الموج؟ غرقوا في الموج. وين الموج؟ ابى اسبح ابى الموج يشني. ما اقول شيء غير حق الناس اللي كانوا يفرحون. توك تقول ما بقول شيء والحين غير حق الناس اللي يفرحون. لا عشان حق الناس اللي فرحوا. الوصل خسر ضد الوحده. كانوا شايفينها شيء بطوله. بس الحين شو وصل فاز ب4 وكان شو اغلى الكؤوس. وعقبال شو الدوري. وما زلت انا المعرس. والله العظيم معرس. انا اليوم معرس وباكر معرس وعقب باكر معرس ولين ما حصل الدوري وانا معرس. برد اشوف. نعم قاعد ابرد على نفسي. والله يا علي الكلباني رسالة شكر إلى قناة الشارجة والقائمين والإعلاميين الكل. أفضل قناة غطت نهائي كاس رئيس الدولة السنة هذه. أشكركم شكر 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 بحجم السماء من صغيركم لين كبيركم. أول شيء أهني الوالد سيدي صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، وهني صاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وهني جمهور الوصل اللي اعتبره رقم صعب، سبب من أسباب فوز نادي الوصل وسبب من أسباب الفرحة اللي صارت اليوم لدى الجمهور. خسارتنا مباراة الوحدة صحصحتنا، شردت الكوابيس اللي فينا، رغم ان جميع الانديه كانوا يتمنون اليوم شو؟ عرقله الوصل. انا اقول لك اليوم الوصل ما لعب يا نادي النصر، لعب مع كل الجماهير. هي والله يا 13 نادي 13 نادي. شوف اجتمعوا 13 نادي. تعرف ان اسهل نهائي هذا بالنسبه لي العميد، نزلت يمكن 9 رتب تحت باوامري انا. هذا عميد على نفسه مو علي انا الامبراطور، انا التاريخ، انا الحضارات، انا الامجاد، انا شمس الوصل. عيالي الاثنين هم يرمسون. عمر ايش رايك؟ ودبي صفراء اليوم. حق العين. اوكي. رسالة مباراتنا معاكم. لو انتم الزعماء احنا الفهود. فهود الامارات احنا. زين. لو هم زعيم الامارات احنا فهود الامارات. قدر المباراة كلها وراح حق العين. احنا شو؟ فرحة شو؟ فرحة وطن نحن. فعلا نحن فرحة. دبي صفراء دبي صفراء. ما شفتين اصلا. ما ياس اشوفه. لبست النظارة السوداء، عندي نظارة سوداء لبسته. شو فايدة؟ وبهيل طلع والله. شو رايك انت؟ نظارة شمسية. ها عمار ابوي الخير والبركة. الخير والبركة ابو عمار. يستاهلون صراحة الجمهور واللعيبة، أبدعوا صراحة اليوم. صراحة بقول لك كلمتين، خلي يجهزون الستيج في استاد المكتوم إن شاء الله. أحس إني مستانس والحين الوصل خذوا الكاس، الحين لازم ياخذون الدوري بعد. امبراطور أمجاد وبطولات، دولة زعبيل تاريخ وحضارات، فيفا وصلاوي فهود الإمارات، يا شمس الدوري أرقام وسجلات. وايد الوصل ما في شيء جديد، جمهور الوصل من استوى هذا حضوره وهذا تفاعله، ما في أي شيء جديد، فايز ولا خسران هذا الوصل. ومبروك للوصلاوية وهارد لك لجميع أندية دورينا. وإذا الموج عالي الكل شو يغرق طرشوا له. شعور جميل. العيون منول عيون منول شعفر. الشعفار؟ ها يعطيك العافية. لكن أنا بغيك اليوم من كثر اليوم الساعة حطيت خلفيتي. يا سلام. صورته. هذا أجمل شيء. لكن أنت مقولتك الشهيرة بشل الشنب لو شو؟ لو ما فازوا. اليوم الشنب موجود، اليوم منتصر وفايز اليوم. الدوري حق منو؟ الوصل بعد. ما تخاف من شباب الأهلي؟ الشنب بينشل ولا ما ينشل؟ ما يشل. عيب. ثابت مكانه الشنب. ها؟ الوصل يستاهلون الدوري والكاس. والله اني اهلاوي، لكن على الجمهور والحضور كله حرام ما ياخذون الثانويه، يستاهلون. لكن انت فريقك بعد منافس ادري، اذا يبناه الحمد لله، يعني انا اتمنى الاهلي يجيبه، بس اذا يابوه الوصل والله اني ما ازعل، يستاهلون والله. انا بسالك سؤال. تفضل. دبي شو لونها؟ دبي حمراء. والله الفرحه ما تنوصف،
يعني النتيجة كبيرة 4-0 على نادي النصر، يعني شغلها ما توصف. شعوري اليوم لا يوصف. طيبة الحمد لله فوق العال، والف الف الف مبروك للوصلاويه وفائزكم الدوري. لا مستحيل مع الامبراطور، لا مستحيل، لا مستحيل خالصة. لا خلاص. يوم فابيو يسجل المباراة تنتهي، واللي قال الموج عالي ما يعرف شكله، ما يعرف يسبح. سلامتكم في القمة. كلكم تحية عليهم 4. توجع والله. أنا عندي سؤال، القطار متى بيشتغل؟ الاسبوع الجاي ان شاء الله. حبيتوا بترول؟ مع باي فول سوبر من 5. ما في ما فيني صوت، ما اقدر اتكلم الحين. مباراة حلوة، بس نحن جايين من دبي واثقين ان الوصل بيفوز بالكاس. اكيد. شو اللي يخليكم واثقين؟ المدرب واللاعبين ونتائج هالموسم. شو تشجع؟ انا عيناوي. وليش جاي اليوم مباراة؟ ما شجع الوصل. وهي تشجع الوصل؟ لا. النصر؟ لا. شو شجعتها؟ العين. اسمح لي خلطة. هذه خلطة؟ اي خلطة بالاربعة. هذه كبيرة. خلطة بالاربعة، وهذه معناتها ان كرة الامارات بخير. عودة النصر وعودة الوصل، كرة الامارات بخير. انت شفت الجمهور اليوم شفنا يعني مهرجان وليس بس مباراة كرة قدم. شفنا الروح، شفنا التنافس، شفنا التشجيع المثالي. شوف، اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحن فزنا بالكاس بمجهودنا، والنصر بعد ما قصروا. الشوط الاول صراحه كانوا معذبيننا في الشوط الاول، ويمكن تفاصيل صغيره مثل الطرد هي اللي اثرت عليهم، لكن الحمد لله. وشوف سمع الجمهور داخل الملعب كيف يشجع. اليوم اتوقع مسيره لين زعبيل. اكيد. اول شيء مبروك لسيدي صاحب السمو الشيخ احمد بن راشد ال مكتوم رئيس النادي، ومبروك لكل جمهور الوصل، وهارد لك للعميد النصراوي. ونحن نتمنى عودة العميد لسكة البطولات. هذا عميد الدولة، عميد أندية الدولة. يعني الحمد لله الله كاتب، ومبروكين للوصلاوية، لكن تعرف طرد وشي. لعبنا زين الشوط الأول، لكن الشوط الثاني خلاص. لكن انتم اليوم رايحين حبايب. ايه عادي، في النهاية خلاص الله كاتب، بعد شو نسوي؟ هارد لك يعني. عندي لكم سؤال، بسألك انت وبسأله هو. دبي شو لونها؟ زرقاء. وانت شو تقول؟ دبي صفرة. نتفق على شو الحين؟ ان شاء الله صفرة، وبتتم صفرة، وان شاء الله الدوري بيكون في زعبيل ان شاء الله. الوصل طول لي بعمرك، من استلم الشعفار غير. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله صبرنا كم 17 سنة، وان شاء الله هالموسم الثنائية الدوري والكاس. والناس تشكك، ترى وايدين يشككون، يقولون في شو؟ يشككون في الدوري، يقولون راح ومباريات صعبة، لكن انا اقول لك واكد الدوري والكاس وصلاوي من الحين اكد. شو رايك انت؟ اليوم الفرحة غير. 4 في كل من شكك. قالوا والموي اثاريها الدنيا ثبر. نحن اول شيء يعني نحب نبارك حق سمو الشيخ احمد بن راشد على هذا الكاس، وان شاء الله نقول يا طويل العمر الدوري جاينك كله ان شاء الله، وعيالك بيجيبوا لك الدوري لين عندك، مثل ما فرحوك في الكاس بيفرحونا في الدوري. وانا اقول حق سعاده احمد شعفار لا تنسى هذه لا ينساها، هو معلقنها في السياره ويعرف السبب هذه شو بالضبط، هو يعرفها. لكن اليوم نشوف بعد مازرينكم البركان موجود اليوم وياكم هنا. شو رايك انت اليوم في المباراه؟ استانست انت؟ والله المباراه جميله جدا، وروح قتاليه في الملعب، وهارد لك للعميد ان شاء الله المرات الجايه. ونبارك للوصل، مرعب صراحه، جمهور مرعب يرعب الخصم، صار رد مرعب، واللي وراي بعد هذا مرعب. الله يخليك. شو يقول لي؟ يقول على المرور نظر وبنعابر حذر، والامبراطور عز وفخر، خذها عن بكرة بيها مع البشر، يلي حضروا في المستطيل الخضر. ابركه يا الشيخ احمد، لك تحيه وتقدير سلام مقدر، يلي انت صاحب السند الظهر. ما اقول احمد، ولكن اقول غير عن كل البشر، يشهد ربي انك انت غير عن كل البشر. شو هالبشت الغاوي اليوم معرس انت؟ ها؟ بشرني اليوم عرسك ولا خلاص ولا شو السالفه؟ اليوم حرسي وملجة بعد 2 في 1؟ ايه. شو اخذت اليوم؟
خذيت الذهب. الذهب؟ ايه خلصته؟ خلصت. منو اللي قال لك البس هالكشخه هاي؟ عمي. عمك؟ ايه صراحه عمك زقرت كالشيخ. ايه اليوم كيف شفت المباراه؟ والله مرتاح من الشوط الاول. انا مرتاح. الحين بترقد وانت مرتاح. مرتاح. والله شوف الشعور الصراحة بكل أمانة شعور ما أقدر أوصف لك إياه، والوصل على هالجمهور. كل سنة نقول الجمهور الوصل يستاهل بطولة، والحمد لله جت البطولة بعد معاناة 17 سنة، وإن شاء الله تكون في بداية فائل خير. وعندي رسالة شكر قبل الجمهور قبل اللعيبة إلى سعادة أحمد الشعفار اللي هو لم اللعيبة والجمهور والإدارة وكل حد في نادي الوصل كبيت مش نادي. كنا عائلة واحدة وكنا بيد واحدة، وإن شاء الله مستمرين، وإن شاء الله في بالنا ثنائية، والوصل إن شاء الله ما راح يوقف على هالبطولتين إن شاء الله. الحمد لله ان ما تاثرت الخساره في اللاعبين. الحمد لله ان اليوم اجتهدنا فزنا على النصر 4-0. الحمد لله الاربعه توجع. الحين نحتفل اللاعبين. السلام عليكم. ايوه بروح انا فرحان وبرقد براحتي. خلاص خالصه. ايه والدوري؟ في قلبي. قالوا لنا نحن غرقانين. وهم غرقوا؟ ايه هم ما غرقوا، هم خسروا. درب من الشارجة. صوتك روح قبلي ولا دق درب من الشارجة، والحمد لله يعني دق درب ولا ما خسرت الحمد لله. أول شيء الحمد لله رب العالمين على الفوز. أخيرا الوصل توج ببطولة. نحن كجمهور صبرنا وايد، صبرنا سنين، والحمد لله نهدي هالفوز لسعادة الشيخ أحمد بن راشد والشعفار ولكل القائمين. وناس ما تشوف الجمهور هذا والله يستاهل بطولة. أقوى جمهور في 7 الإمارات والله. اي والله. استانست اليوم اهم شيء بالتشجيع. اي نعم. الوصل كان محتاج بطولة على الأقل عشان يرد الثقة. أكيد. إن شاء الله الدوري إن شاء الله. دوري وصلاوي؟ اي نعم أكيد. فوق السما فوق. قالوا المو جايينك عالي، قلت لهم يوصل لي لين هني ما يطوفني. ليش؟ فوق انا مروح فوق جيت الملعب وانا قصير، كل ما اسجل جول اطول. سبحان الله. ليه ما وصلت هالطول؟ بس وقفت. باقي الدوري؟ ايوه قالوا لي يود حق الدوري. اوب شو قالوا؟ شو قالوا؟ اذا الموجه كلهم شوف يغلقون، ما يغلقون حبيبي، ضحكنا عليهم. اليوم كنتوا تستاهلون، بس الصراحه البطوله الحمد لله هذا اهم شيء. ادينا ونستاهل الحمد لله. شوف من 2007 ننتظر هالشيء، نحن من 2007 خذينا الثانويه، ونحن يعني فاقول لك احنا من 2007 لين اليوم، وانا اقول له انتظر باذن الله الثنائيه في هالموسم نفس ما صار في 2007. بس طولت وايد. الوصل يستاهل، تعبنا عشانه هذا. يستاهل الصبر. والله يستاهل الوصل. والله الحمد لله، يعني هاي ثمار من الشباب ومن اللاعيبه يعطيهم العافيه،
والإدارة ما قصرت. يعني الوصل من 2007 كان لازم لاستقطاب لعيبة من برا ومن داخل بعد مواطنين محليين عسبت يردون ينافسون من أول جديد، والحمد لله الله وفقنا. وبخصوص الخسارة الأخيرة من الوحدة، تعرف أنت تكون مضغوط شوية والوصل صار له فترة يعني ما تصدر، تعرف كل العيون عليك يعني، فشيء طبيعي أنت تحت الضغط خلاص ما تشوفهم نادي الوحدة، تشوفهم نادي ريال مدريد. أنا وايد مستانسة عشان الوصل فاز اليوم، وأنا أشجع الوصل كل مرة يلعبون. الوصل قادرين اليوم يفوزون في الدوري بعد ولا بس هالبطولة؟ كل الدوري يفوزونه. كل الدوري؟ كله. اليوم ما خفتي انت من المباراة؟ ما خفت ولا مرة شفت النصر يفوزون عند الوصل. أوه لا لا وصلاوي 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 أوه لا لا 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 وصلاوي. ألف مبروك. ألف مبروك. حق منو؟ حقك. حقي أنا؟ ما تخاف من كريستيانو؟ ما أخاف. من هذا؟ ما أشوفه. يلا غني لي سمعيني. آفا 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 آفا. وايد تحبين الوصل؟ قولي أحبكم. والله مباراة قوية وحماسية وثانية أتمتع وأشوف المباريات الجميلة. استمتعت اليوم؟ نعم والله استمتعت. كلكم متواجد اليوم بس شي تسخين. اي والله اليوم بس شي تاريخ 25 الكل يكون متواجد. عندنا شو احتفالية في ملعب استاد الزع بن زايد بس خلاص. يعني أنت عيناوي؟ عيناوي أكيد، بس جاي أشجع نقضي الوقت. عرفت؟ المباراة انتهت من بداية الشوط الثاني مع طرد موسى، المباراة انتهت كانت واضحة أصلا. يدخل عليك جول آخر الشوط الأول وتبدأ الشوط الثاني بداية الشوط في أول 50 ثانية عندك طرد. الوصل استغل فراغات اللي في النصر. لعبة النصر اليوم كان واضح عليهم بعض اللعيبة أول مرة يلعبون نهائيات، فكانوا مرتبكين. راشد محمد عمر كان اليوم ثغرة في الفريق، لو تلاحظ 3 أهداف من جهة راشد، فإن شاء الله معوضين خير. يعني الفريق اليوم كان سيء للأمانة، عكس باقي المباريات اللي كنا نلعب فيها كنا واثقين من الفريق للأمانة. الجمهور كامل اليوم اللي كان حاضر كان واثق أن الفريق بيقدم شيء، لكن للأسف خيبوا أمالنا اليوم. مجرد مباراة وخلصت، مجرد مباراة وخلصت. مبروك لهم، هارد لك لنا. المفروض الهزيمة هاي ما تكسرنا نحن كجماهير النصر، بالعكس الفريق محتاج ان نحن ندعمه. كم مباراة في الدوري، وان شاء الله الموسم الجاي نشوف النصر احسن واحسن ان شاء الله. مباراة واحدة ما تكسرنا نحن، فهاي مجرد مباراة وخلصت، ننسى هاي، نطوي الصفحة، نشوف ربعنا اللعيبة، نشوف مدربنا، نشوف ادارتنا، ان شاء الله قدام شو بيسوون ان شاء الله. خسرانين صراحة اليوم، بس حاضرين نشجع النصر. مباراة زينة فيها أهداف وايد، بس طلعنا بخسارة. كنت تتوقع أن الوصل يفوز على النصر اليوم ب4 أهداف؟ لا الصراحة كنت متوقع أقل شيء تعادل أو أشواط إضافية. لو النصر فاز ففي وايد أشياء بتطير، شعري بيطير، كل شيء بيطير. هالمباراة تاريخية يا أخي. أنا الوصل ما أبغى أشوفه اليوم، كيف شفته يا أخي؟ أنا مو متقبل هالشيء، والله مو متقبل. بدي هاللاعب اللي انطرد ما أقول له كلمة واحدة، حسبي الله ونعم الوكيل بس. والله بالنسبة لليوم مباراة اليوم أنا ما كنت متوقع، بس كنت واثق من فريقي أن اليوم بيجيب البطولة، بس قوة النصر خلتني متخوف. كان حساباتي 50-50 للنتيجة، والحمد لله رب العالمين الله كرمنا بالفوز، والشباب ما قصروا في الملعب ويبنى الأربعة الحمد لله رب العالمين، ويبنى الكاس، وتريونا إن شاء الله في الدوري، إن شاء الله ترى في الدوري. كنت تتوقع الوصل اليوم بيفوز على النصر؟ والله للأمانة كنت أشوفها مباراة تقول 50-50. قبل هالمباراة نحن جايين لاقين درب أول شيء من دبي للعين، حسب نشوف مباراة بتعادلة تكون يعني تليق تكون نهائي كاس لصاحب سمو رئيس الدولة، والحمد لله كانت يعني تقدر تقول ليش الشوط الأول. الشوط الثاني كان مختلف تماما، يعني شفنا أن كانت المباراة من طرف واحد، الوصل يعني استغل الطرد وفاز في المباراة. والله أول شيء نقول مبروك حق الوصل، هارد لك حق النصر. أتوقع أن الحظ ما فاز النصر، الطرد أثر على النصر بشكل كبير، والبلنتي الأول أنا أشوف الصراحة مو بلنتي، دقت في اللاعب، أتوقع سمير. إن شاء الله السنة الجاية نفوز الدوري. اليوم بدعوا النصر وايد
وصلوا للفاينل بس عقب خسروا عادي. إذا مشاهدينا ب4 أهداف نظيفة توج فريق الوصل بكأس رئيس الدولة. نبارك لجماهير الوصلاوية، نبارك لإدارة فريق الوصل، لعشاق فريق الوصل. اليوم سما دبي صفرة، صحيح؟ عمران مبروك. الله يبارك فيك، والحمد لله على الفوز، ودبي بالتم صفرة وبالتم صفرة وبالتم صفرة. الله يبارك فيك. واول شيء ابغى اقوله هارد لك لحبايبنا النصراويه، مبروك لنا، والصراحه هذا الكاس مستحق لنا ولجمهور الوصل، جمهور الذهب، ونحن ترينا والله وايد صبرنا ويا الفريق، والحمد لله على كل حال. جيتوا من دبي وبتردون بالكاس ان شاء الله بنرد، والله وايد فرحان والفرحه بترجع فينا ان شاء الله. انا عندي كلمتين بس، انا اللي جايبني هني حب سلطان، حب سلطان يجمعنا. انا شرجاوي، هي شرجاوي. اليوم وايدين شفنا شرجاويه، عندكم عشق للوصل. احنا عناويه ونقول لكم مبروكين، وعقبال هالفرحه هذه نشوف ان شاء الله الاسبوع الجاي نترياكم ويانا ان شاء الله، وهالفرحه هذه نهديها لحق ابو خالد ان شاء الله بحول الله، بحول الله. لون الاصفر، في حد ما يحب اللون الاصفر؟ والله العظيم ملفت. نحن اليوم جايين، انا جالس جمهور الوصل بس احس انه يعني احساس غريب. شرجاوي، حب سلطان يجمعنا. الحقيقه انا اول شيء وحداوي، كنت جاي محايد، كنت اتمناها للنصر عشان واحد من ربعي، بس رجعت الوصل تفرح كل حد. اول شيء نبارك للوصل. بس دقيقه، محايد بس كنت جالس في اي صوب، الوصل ولا النصر؟ صوب النصر. اي نعم. نبارك للوصل، استحقوها عقبال ما ياخذون الدوري. آسيا عيناويه. عندي كلمه بس، الاسيويه صعبه قويه بس. هو لا لا 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 وصلاوي 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 هو لا لا. ها امبراطور امبراطور يس. والله اليوم الفرحة ما توصف بفوز الوصل بهاي البطولة، ونقول الثالثة بتوقيت زعبيل. أربعة قوية، أربعة مجانين مجانين، جمهورنا تضرب مجانين مجانين مجانين. هذه فرحة وطن، هذه شو شباب؟ فرحة وطن. صراحه النتيجه لا، يعني بعد المباراه الاخيره ضد الوحده الفريق دخل المباراه متوتر يعني، بس كانت الفرص افضل حق الوصل، بس اللي صار نهايه الشوط الاول وبدايه الشوط الثاني قلب المباراه 180 درجه، والحمد لله على الفوز. والحين ان شاء الله مباراتين الدوري ان شاء الله نحسمها ضد الاهلي ان شاء الله. اول شيء هارد لك فريق النصر، طبعا زعبيل اليوم دبي صفرة. والله الحمد لله انه فازوا واخذوا الكاس، ونحن صراحه كنا فرحانين ان خذينا الكاس وكنا نشوف المباراه. والله الصراحه اليوم دبي صفرة. كيف شفت الاجواء؟ والله شوف الاجواء حلوه يعني حلوه هذا، بس المشكله اليوم زحمه، بس والله المباراه عجبتني. زحمه لان محبي الوصل وايدين. ايه وايد، بس صراحه والله حلو حلو حلو. امانه امانه ان امانه ان كل الناس انه يحضرون نادي الوصل عادي، حتى لو كان زحمه عادي، حتى لو خسروا اهم شيء عادي ما نزعل. نحن وصلاويين كيف يزعلون؟ انا متاكده فريق الوصل محظوظ انه في جمهور مثلك. هيك صح.